الأنمي بتاع النهاردة مليان أحداث مثيرة وجامدة، ولو أنت شفت الجزء الأول من الحكاية وعايز تبدأ مكان موقفنا فروح للدقيقة اللي قدامك في الفيديو، لكن لو ما شفتش يبقى تابع معايا من أول الحكاية. البنت دي ما كانتش تتخيل أبداً إنها أول ما تصحى من الكابوس اللي كانت فيه تفتح عينيها تلاقي قدامها العصاية السحرية بتاعت راجل غريب وطويل وعريض. بالرجوع للي حصل قبل كده، سيرا صحيت وهي مسجونة ومتربطة من إيديها ورجليها وحتى رقبتها، وما كانتش قادرة تعمل أي حاجة خالص. لحد اللحظة دي بطلتنا ما كانتش مصدقة إنها خسرت قدام الناس الهمج دول. حسب تقويم التنين سنة 1342 في القارة الشرقية بتاعت الهمج، اليوم ده قامت معركة كبيرة بين جيشين ضخمين وراح ضحيتها عساكر كتير من جيش بطلتنا، والخصم كان جيش من الهمج قوتهم البدنية أضعاف قوة البشر العاديين، ورغم إنهم كانوا لابسين دروع حديد بس الموت كان مصير ملوش مفر في ساحة المعركة. فرقة سيرا كان معاهم أسلحة متطورة، بس الناس اللي قصادهم كانوا جامدين جدا وما بيخافوش، وكانوا داخلين يهاجموا بقلب ميت. في الوقت اللي سيرا كانت هي القائدة، فرقة المتطوعين اللي في الجناح الشمالي انهاروا بسرعة. سيرا زعقت فيهم بجدية محدش يترعب، وقدرت تقضي على كام واحد من الهمج، وطلبت من الفرقة تلم نفسها وتركز على الجناح اليمين عشان يصدوا الهجوم وينسحبوا. أول ما 3 من الهمج هجموا عليها، سيرا استخدمت طاقتها وخلت سيفها ينور، بس الموقف كان صعب جدا، وحتى لو هربوا عدد جيشهم قل لدرجة إنهم مش هيعرفوا يرجعوا المملكة تاني. حملة الشرق ال17 اللي استمرت 7 سنين كان شكلها هتخلص هنا. في اللحظة دي القائد بتاع العدو هجم بكل قوته. الراجل كان شكله قوي جدا وسأل سيرا لو كانت هي فعلا قائدة جيش حملة الشرق. القائد بتاعهم قال إن اللعب مع العساكر العاديين ممل وعايز يبارز سيرا راس لراس، وسألها لو موافقة. سيرا استغربت إن في مقاتل بالقوة دي ظهر هنا، وعرفت إنها لو سابته زمايلها كلهم هيموتوا على إيده. المبارزة بدأت وسيرا كانت أسرع وضربت الأول، بس عشان هي رفيعة الضربة ما أثرتش فيه واترمت بعيد. فضلت تتفادى ضرباته وبترد عليه بذكاء. القائد الهمجي اتنرفز وفضل يهاجمها من غير وقفة، وكل ضربة منه كانت تقيلة زي المرزبة. سيرا عرفت إن الدفاع بس مش هينفع، فشحنت سيفها بالقوة. الخصم حس إن في حاجة غلط فجهز أقوى ضربة عنده. الاتنين صرخوا وشحنوا سيوفهم بالطاقة. الضربة عملت انفجار هز المكان، وفي الآخر سيرا خسرت. خوذتها وسيفها اتكسروا وافتكرت إن حياتها خلاص خلصت هنا. القائد الهمجي مدحها وقال إنه مفيش حد صمت قدامه الوقت ده كله قبل كده. سيرا طلبت منه يقتلها بس هو رفض. ضحك وقال إن اللي بيكسب هو اللي بيقرر. نرجع للواقع. سيرا افتكرت كل اللي حصل وبقت شايفة نفسها مجرد جايزة للراجل ده. يا إما هتتعدم زي الحيوانات، يا إما هتبقى عبدة في الأرض أو تتعذب عشان ياخدوا منها معلومات. جملة جسمك لسه ليه فايدة فضلت تتردد في ودنها، وخافت يكونوا أسرينها عشان جسمها. قعدت تتخيل إنها هتبقى وسيلة تسلية ليهم، وده كان قمة الذل بالنسبة لها. قعدت تلف في الزنزانة وهي ماسكة راسها. هي بنت ناس ومن عيلة نبيلة ومتجوزتش، والذل ده بالنسبة لها أصعب من الموت. كانت قرفانة من أرض الهمج دي وشايلة هم العساكر اللي كانوا بيحاربوا تحت إيدها. والأسوأ هو حال الناس اللي عايشين في الشرق. لو ما قدروش يسيطروا على الأرض دي عمر المكان ده ما هيتطور. سيرا حست بالفشل وإنها لو مش قادرة تحمي شعبها يبقى لقب نبيلة ده ملوش لازمة. في الوقت ده دخلت بنت تانية الزنزانة وقعدت تتريق على سيرا وتقول النبيلة الشريفة وصلت. البنت دي اسمها تشيتشي وهي خدامة الراجل اللي أثر سيرا. سيرا شافت معاها شنطة أدوات فافتكرت إنها أدوات تعذيب عشان المعلومات. البنت استغربت وقالت لها انتي هبلة؟ سيرا شتمتها وقالت لها متعمليش نفسك عبيطة يا همجية، انتي ناوية تعذبيني بالأدوات دي لحد ما اعترف صح؟ تشيتشي ما كانتش عايزة ترغي كتير وقالت إن وراها مهمة واحدة، وهي إنها تجهز الجايزة دي اللي هي سيرا على ذوق سيدها. وراحت شادة سيرا للحيطة وكتفتها. سيرا كانت فاكرة إن التعذيب هيبدأ وخافت من اللي هيحصل فيها. المشهد اتنقل لبره. القائد الهمجي كان مستني وهو مستمتع الجايزة بتاعته تجهز. بعد شوية سيرا استغربت إن مفيش تعذيب حصل. تشيتشي كانت بتنظف لها جسمها بس اللمس الكتير ده خلاه سيرا تتوتر شوية. لما خلصت سيرا سألتها هي بتعمل إيه لأنها لسه خايفة من التعذيب.
البنت قالت لها أنا بس بنظف الدم والتراب، وسألتها كمان عن المرات اللي برزت فيها سيدها، وقالت لها إنها كانت فاكرة سيرة واحدة مسترجلة وعضلات بس، ما كانتش تتخيل إن جسمها حلوة كده. سيرة سألتها هيحصل إيه بعد كده، بس البنت مرضيتش تقول، وقالت لها إن الكلام مش هيغير حاجة لأن سيرة عمرها ما هتخرج من هنا تاني. وهي بتتكلم تشيتشي طلعت سكينة وكماشة، فسيرة وشها جاب ألوان وافتكرت إن التعذيب بدأ بجد. حاولت تقاوم بس ما كانتش قادرة، فغمضت عينيها وقعدت تدعي، بس اللي حصل كان عكس توقعاتها. البنت استخدمت الكماشة عشان تقص لها ضوافرها ولبستها لبس جديد. سيرة استغربت وريحة جسمها بقت زيوت عطرية، وما كانتش عارفة هي دي ريحة الأسرى عندهم ولا إيه. سيرة كانت محتارة جدا وقلقانة من اللي جاي، وقعدت تفكر هل دي عادات الهمج مع الأسرى بتاعهم؟ فجأة سمعت صوت عالي زي زئير الوحوش، افتكرته رعد بس طلع صوت الراجل ده. دخل عليها الأوضة عشان يشوف الجايزة بتاعته، كان ضخم جدا وبدقنه وشكله هيبة. نظراته خلت سيرة تسكت خالص، وبما إنهم معرفوش يعرفوا نفسهم في المعركة بدأ يعرف نفسه دلوقتي. قال إنه الابن الأكبر لزعيم القبيلة أودن صاحب العين الواحدة، واسمه فيلويثانا. سيرة كانت خايفة من عينيه الصفرة اللي مش زي عيون البشر. هنا سيرة افتكرت كلام جدها من 20 سنة عن حملات الشرق، إن الهمج بيطلعوا قلب أعدائهم كجايزة، وعينيه دي كانت مأكدة لها الفكرة. قالت له بكرامة إنها مش هتطلب الرحمة، ولو عايز يذبحها أو يطبخها يعمل اللي هو عايزه. الراجل والخدامة بصولها وهم مش فاهمين البت دي بتقول إيه. سألها موضوع تقديم القلوب ده جبتيه منين؟ إحنا ما عندناش العادات دي أصلا، أنا جايبك هنا عشان تتجوزيني مش عشان أقتلك. سيرة اتصدمت وما كانتش متوقعة إن ده اللي هيحصل. رفضت طبعا إنها تكون عروسة لواحد همجي، وافتكرت إنه بيضحك عليها عشان تخف حذرها وبعدين يعمل فيها حاجة وحشة. الراجل زهق وقال لها لو عايز أعمل فيكي حاجة كنت عملتها من الأول، مش محتاج التعب ده كله. وقالت له إن جواز الأعداء ده مرفوض. رد عليها وقال لها ده عندكم في الغرب إنما هنا لأ، قبيلة في عندهم تقليد من زمان إنهم يتجوزوا فارسات من الغرب. سيرة ما لقيتش كلام تقوله، والمنطق ده ما كانش داخل دماغها خالص. هو سألها ببراءة ليه رافضة؟ أنا افتكرتك وافقتي، مش أنتي لسه قايلة من شوية إني أعمل اللي أنا عايزه؟ سيرة اتكتمت لأنها فعلا غلطت وقالت كده. في وضح لها إنه مختارها مش عشان التقاليد بس، أنا من ساعة ما سيوفنا لمست بعض وأنا قررت إنك تكوني مراتي. السيف بيقول اللي الكلام ما يقدرش يقوله. طريقتك في المبارزة كانت صريحة وصادقة لدرجة إني حبيتك من أول نظرة. الاعتراف ده في نص الزنزانة خلى سيرة تتكسف، لأن مفيش حد قال لها كلمة بحبك قبل كده. في خرج وقال لها إنه مش هيغصبها على حاجة، فتطمئن. سيرة فضلت تصرخ وتتوجع، هو إيه اللي بيحصل ده؟ نرجع بالزمن 7 سنين. سيرة جالها أم من الملك بالمشاركة في الحملة 17. أخوها ما كانش عايزها تروح المعركة، بس هي كانت بتحب قيادة الجيش جدا، فأخوها طلب منها بس إنها تشرف اسم العيلة، وجالها دعوة الحفلة. الناس في المدينة كانوا بيتكلموا عن حملة الشرق، ورغم إن قليل اللي بيرجع بس كانوا مصممين يروحوا. سيرة ظهرت في الحفلة ولفتت الأنظار، بعكس النبلاء اللي همهم الأكل والشرب، هي كان همها الشعب ياكل ويلبس. ورغم إنها جميلة بس عشان بتحب الحرب مفيش ولا شاب كان بيقرب يكلمها، والرجالة كانوا شايفين إن الست ضعيفة وما ينفعش تقود جيش. شوية بنات نبيلات راحوا يكلموها وقالوا لها إن قيادة جيش دي حاجة فوق طاقة الستات، وقعدوا يقولوا إشاعات إن في الشرق في تنانين ووحوش وهمج، وإن الفارسات بيتاخدوا قرابين. نصحوها ما تروحش بس هي رفضت، وقالت إن الحملة دي حلم المملكة من ساعة ما تأسست، وإنها كنبيلة بتفتخر بالحرب دي. البنات كانوا شايفين إن الست تتجوز وتفتح بيت وبس. سيرة زهقت ومشيت لأن جو المنظرة ده ما كانش عاجبها، وهي ماشية شافت ناس محتاجة مساعدة ولحقتهم قبل ما يموتوا. كانوا شباب بيحاربوا بأدوات زراعة عشان مش لاقين ياكلوا. لما وقعوا قالوا لها أنت تعرفي إيه عننا؟ إحنا جوعنا لدرجة ما تتمثلش. سيرة قلعت السلسلة بتاعتها وادتها ليهم هدية، وطلبت منهم ما يعملوش حاجة غلط تاني. الشباب فرحوا لأن ولادهم مش هيجوعوا تاني. من اللحظة دي إصرار سيرة زاد وودعت أهلها وطلعت تقوم بواجبها. أخوها كان لسه بيعاتبها إنها ما لقيتش حد تتجوزه في الحفلة، وكان متضايق وبيقول لها هتفضلي شاغلة نفسك بموضوع الست دي لحد إمتى؟ سمعة العيلة بقت تمام، والمهم دلوقتي إننا نجوزك. فجأة أخوها تحول لفيه الضخم وقال لها لازم تكوني مراتي. سيرة اتخضت وصحيت من النوم، ما كانتش فاهمة إزاي تحلم بالهمج ده، ولما فتحت عينيها لقت فيه نايم جنبها فعلا. البطلة أول ما شافت الراجل وهو من غير هدوم بالمنظر ده اتخضت وسألته هو إيه اللي جابه هنا؟ فرد عليها بكل برود وقال لها وأنا لما أنام على سريري إيه الغلط في كده؟ والبنت اللي شعرها أصفر ما أخدتش بالها غير بعدين إنها اتنقلت للأوضة دي. كان فيها أسئلة كتيرة جدا في دماغ سيرة،
بس مش لاقيه لها أي إجابة. والشاب اللي شعره أبيض كان فرحان إن مراته المستقبلية لسه بصحتها بعد اللي حصل ليلة امبارح. أول ما سمعت الكلام ده وتخيلت في دماغها إنها خلاص اتأذت وتم الاعتداء عليها، وبوش كله رعب سألته: مش أنت كنت بتقول إنك مش هتعمل حاجة غصب عني؟ في ابتسم وقال لها: دي حاجة بسيطة يعني، مش حكاية عشان تعملي عليها قصة. بس سيرة قعدت تشتمه وتقول له يا حيوان، وبعدها بثانيتين ونص حست إن مجرد فكرة إنها تخطف دي لوحدها إهانة كبيرة ليها، ولو حصل كمان وحملت منه يبقى كده بتساعد في إنها تجيب عدو جديد للبلد. ولأنها مش قادرة تقبل الوضع ده، سيرة مسكت السيف وطلبت منه يقتلها ويريحها. في الآخر أخدت على دماغها عشان تفوق من الأوهام دي، لأن لو البطلة هي اللي عايزة تقتله هو كان الموقف هيبقى مفهوم. فقعدت تعيط وتقول هو اللي كسبان عمره هيفهم إحساس الخسران إزاي. إن الواحد يعيش في ذل وإهانة دي حاجة مستحيل يقبلها أي فارس. وبعد ما سمع كلامها في حس إن عروسته المستقبلية دي متعبة جدا، عشان مجرد كرامتها وشوية زعل عايزة تموت نفسها. في الوقت ده بالظبط دخلت زيزي عشان تنده على سيدها، ولما شافت البطلة صحيت ومن غير أي تعب استغربت شوية، ومفيش ثواني من كلامها وفجأة سيرة قعدت تراجع وترجع كل اللي في بطنها، لأنه طلع إنهم امبارح ساقوها دواء منوم من وراها، وبسبب الجرعة الزيادة فضلت مغمى عليها لحد دلوقتي. وبمناسبة الكلام عن ليلة امبارح، سيرة لسه مقتنعة إن حصل معاها حاجة، وزاد عليها إن الشاب ده عمال يقول كلام يتفهم غلط، فالبنت بقت متأكدة أكتر إن شرفها ضاع. بعد ما اتكلموا مع بعض شوية، سيرة أخدت بالها إنه مفيش أي حاجة حصلت بينهم أصلاً، والفطار كان خلاص جاهز، ففي عزم العروسة عشان تطلع تاكل، خصوصاً إن من وقت ما كانوا في أرض المعركة لحد دلوقتي عدى أكتر من يوم، والبطلة لسه ما حطتش لقمة في بقها. الشاب اللي شعره أبيض قال إنه هيستناها لحد ما تهدى براحتها وتطلع، بس لحد اللحظة دي البنت مش قادرة تصدق إنها محبوسة ومتأخرة عند شوية همج. سيرة افتكرت الكلام اللي جدها قاله لها زمان لما كانت بتترجاه يعلمها إزاي تمسك السيف وتحارب، بس الجد ده ما كانش يتمنى غير إن حفيدته تعيش حياة سعيدة، وحتى أخوها كان دايما بيزن عليها عشان تتجوز. مش عارف إيه الفكرة إن واحدة ست تصمم تبقى فارسة وهي لسه صغيرة كده، المفروض تدور على حد تتجوزه، لأن مسكة السيف دي مش هتغير أي حاجة في الآخر. بس يا سبحان الله، إزاي دلوقتي عدوها هو اللي بيعترف لها بحبه؟ ولما افتكرت كلمة حب من فيه، سيرة اتكسفت جدا. جمعت كل شجاعتها، والبطلة طلعت بره عشان تاكل أكل الأسرة، وهي متوقعة إنه مش هيبقى أكتر من شوية شوربة ومية عشان تسند طولها وخلاص. ومع ذلك هي خلاص اتعودت على الجوع والتعب في أرض المعركة، فعمرها ما هتستسلم بسهولة. بس أول ما وصلت هناك ريقها جري على الأكل اللي كان محطوط قدامها. ما كانش مجرد حتة لحمة، ده كان قطعة لحمة ضخمة جدا، وشكلها كان مشهي ومليان دهن لدرجة إن سيرة ما كانتش مصدقة عينيها. ده هي حتى لما كانت في بيتها الصغير كان نادراً لما ياكلوا لحمة مشوية بالطريقة دي، لأن الأرض في بلدها كانت ناشفة ومش بتطلع زرع، وإنهم يلاقوا رز ياكلوه كان بيتعبر معجزة، فما بالك بقى باللحمة. ما كانش يعرف المحاربين في الغرب بياكلوا كمية قد إيه، فقام قطع لها حتة لحمة حجمها أكبر من حجم البطلة نفسها، والبنت اتصدمت وما كانتش متوقعة إنها هتاكل الكمية دي كلها. السيد والخادمة بتوعه ما استنوش أكتر من كده وبدأوا ياكلوا على طول وهي سخنة، فالبنت اللي شعرها أصفر بدأت تفكر وتقول لنفسها إنهم بيأكلوها أكل حلو عشان يكسروا هيبة وفخر الفرسان اللي جواها، وبعدها يروضوها زي الكلب. فراحت معلنة وقالت: أنا أموت من الجوع ولا إني أقبل صدقة من شوية همج. وأول ما خلصت جملتها بطنها طلعت صوت وقعدت تصوصو، وكان موقف في قمة الإحراج. هو شايف إن طالما بطنها بتطلع صوت يبقى ده معناه إن جسمها لسه عايز يعيش، ولو ما أكلتش يبقى بتضحك على نفسها. وفوق كل ده الروح بتاعت الحيوان اللي اصطادوه دي مش هتروح حاضر، فقعد يكلمها عن مبادئ جيش الشرق. ومن الآخر كده كلي وانتي ساكتة ومش لازم كلام كتير ملوش لازمة. الابتسامة الطيبة بتاعت فيه خلت البطلة تقعد تفكر في كلامه، وزيزي راحت ناحيتها وبدأت توشوشها في ودنها، وقالت لها إن في الحقيقة سيدها هو اللي راح بنفسه واصطاد الصيد ده عشان يرحب بوجودها، لأن امبارح بعد ما جابها هنا الشاب اللي شعره أبيض راح يصطاد على طول عشان أول ما سيرة تصحى تلاقي أكل ملوكي جاهز. هنا في المكان ده هو راجل صاحب مقام وهيبة وسلطة، ولو قسناها بمقاييس الغرب فهو يعتبر من عيلة ملكية ومش أي حد يعني. وسيرة وافقت على الكلام وقالت إن لو هو الابن الأكبر لشيخ القبيلة الكبير ففعلا يتعبر زي الأمير. فزيزي كملت كلامها وقالت: واحد بالمقام ده يتعب نفسه ويروح يصطاد عشان يكرمك، فلو ما أكلتيش هتبقى قلة ذوق منك.
الكلام دخل دماغها وحسيته منطقي جدا، فالبطلة وافقت وقطعت حتة صغيرة عشان تدوقها وتشوف، وما كانتش تتخيل إنها هتلاقيها طرية وريحتها حلوة بشكل مش قادرة توصفه. فأول قطمة أكلتها حست كأنها طارت وراحت الجنة، لأن في بلاد ليدورين يظهر إن حتى العيلة الملكية عمرهم ما داقوا أكل بالحلاوة دي قبل كده، لدرجة إن دموعها بدأت تنزل من كتل الحلاوة من غير ما تحس. وفي بصلها وهو مبسوط وسألها لو كان الأكل عجبها، فسيرة اتكسفت وقالت إن الأكل ده مستحيل حد يعيب فيه، وموضوع إنها تبقى مراته ده يتأجل بعدين، بس عشان الأكل الحلو ده هي هتسامحه على حوار المنوم الزيادة اللي اداهولها. هنا سيرة جالها الفضول تعرف حتة اللحمة الكبيرة دي بتاعت حيوان ايه بالظبط، فالشاب اللي شعره أبيض قال لها إنه واقف بره على طول، وإنه أول ما اصطاده صفى دمه وطلع كل الأجزاء اللي جوه بطنه، والخطوة الأخيرة هي تقطيع اللحم. والبطلة كان عندها فضول كبير فطلعت تبص بره وتشوف، وفي كمل كلامه وقال إن في الأرض دي الكائن ده يعتبره من الحاجات السهلة في صيدها، ومين يصدق إن الكائن ده طلع تنين بحاله، حجمه كان ضخم جدا لدرجة إن سيرة قطعت الخلف من الرعب. بالنسبة لبلدها التنين ده كائن من الأساطير والقصص القديمة بس، فإزاي في المكان ده طالع مجرد أكل بيطبخ؟ فسألته كمان لو كان التنين ده بيطلع نار أو بيبخ سم، ففي قال لها إن فعلا بيعمل كده، بس دول نوعين مختلفين عن بعض. وفضلت البنت تاكل لحد ما خلصت كل اللحمة اللي اتقدمت ليها، وسرعتها في الأكل ما قلتش خالص، وده خلى جوزها المستقبلي يستغرب من منظرها. فالبنت قالت له الحاجة الحلوة لازم تتاكل بسرعة، وبعد ما خلصت أكل في عرض عليها تخرج بره عشان تتفرج على الأرض الجديدة. فوق الجبل في حاجة هو عايز يوريها لها بنفسه، وهو عارف إن سيرة مش هتصدقه على طول، بس في متأكد إنها أول ما تشوف المنظر هناك بره الأرض دي هتعجبها جدا. سيرة ردت وقالت ده لسه تاني يوم ليا وأنا مخطوفة وأسيرة عندكم هنا، ومع إن الحكاية مش حكاية وقت، بس إن الواحد يتمشى في مكان كله كائنات غريبة بالمنظر ده تعتبر حاجة مستحيلة، ولا تكوني خايفة. وبسبب الاستفزاز ده سيرة اتعصبت جدا ووافقت تروح معاه، وقبل ما يتحركوا قالت له على طول أنا لسه مش مأمنة ليكوا، خلوا بالكوا. وعلى الوضع ده التلاتة خرجوا مع بعض بره. المكان كله كان عبارة عن جبال وغابات، ومن وراهم كان فيه بحر كمان، ودي حاجة عمر سيرة ما تخيلتها في حياتها، لأن الطبيعة في المكان ده غنية جدا، وحست إن الأرض دي مبروكة. في وافقها الرأي وقال إن في أرض المعركة التربة بتبقى ناشفة زي الصحراء، بس الروح والحياة في الأرض دي قوية جدا، واتمنى إنها ما تتخضش لدرجة إنها ما تقدرش تقف على رجليها. بس سيرة قالت في سرها إنها ما كنتش مصدومة غير من شكل التنين بس. بعد ما دخلوا جوه الغابة أكتر بدأت تشوف حيوانات كتيرة غريبة مش موجودة في بلدها أصلا، والتنانين في المكان ده طلعت كائنات عادية وموجودة في كل حتة، ولو عاشت هنا فترة كافية سيرة هتعرف إزاي تتعايش وتتحرك وسطهم، خصوصا إن التنانين قوية فعلا، بس طالما ما قربتيش من العش اللي فيه الصغار بتوعهم فما فيش أي خطر. قدامهم دلوقتي كان في شلال مية كبير، ودي كانت أول مرة في حياة سيرة تشوف منظر زي ده، لأن بلاد الغرب هيلاقوا فيها مناظر كده فين. فسيرة عاندت وقالت لا على فكرة بلدنا فيها برضو، بس لما فكرت تاني لقيت إن اللي عندهم مجرد جدول مية صغير وما يجيش حاجة في جمال وضخامة الشلال ده، وده بالظبط المكان والحاجة اللي فيه كان عايز عروسته المستقبلية تشوفها. ومن ناحية تانية الجية هنا كان ليها غرض تاني خالص. فأول ما خلص كلامه لقيت إن هو والخادمة زيزي قلعوا هدومهم كلها، ولما سألت عن السبب قال لها إن في المكان اللي فيه مية الراجل والست لما يقلعوا هدومهم بيبقى السبب واحد بس. فسيرة فكرت إنهم هيعتدوا عليها، بس لأ، في كان قصده إنهم نازلين يستحموا، وفي قال لها إن دي الثقافة والعادات هنا، ويا غريب أديب، فمن الأحسن إنها تتعود على الوضع ده. بس أول ما سمعت كده سيرة رفضت تماماً ومقدرتش تقبل إنها تقلد العادات الهمجية دي. فالخادمة بعد كده شمت ريحة مش تمام طالعة منها، وقالت لها إن هنا مفيش نظام الحمامات اللي في البيوت، فمن الأحسن ليكي تنزلي المية دلوقتي حالاً. وسيرة نفسها خافت ليكون ريحتها وحشة فوافقت تسمع الكلام. وسيرة سألتها إزاي قلعت هدومها من غير أي كسوف كده. زيزي ردت وقالت إن لما الواحد يتعود بيبقى الموضوع عادي بالنسبة له، وعشان هي ما كانتش حابة الوضع ده سيدها اضطر يروح لجدول مية تاني خالص عشان يستحمى هناك، وهي فضلت هنا عشان تحرسها. بس سيرة شافت إنها واقفة تراقبها مش تحرسها، وزيزي هنا وضحت لها إن الموضوع بجد عشان أمانها وحمايتها. وأول ما خلصت جملتها فجأة طلع تنين من المية وخض سيرة وخلاها تصوت من الرعب. بس الحمد لله الكائنات اللي عايشة قريب من المنطقة دي هادية ومش بتعض، بس مع ذلك إن الواحد يبقى متبهدل ومتحوط بكمية الوحوش دي خلى وش سيرة يزرق من الخوف، وفتحت بقها
بقها من الصدمة وعلى الوضع ده البنت جريت وراحت لمكان تاني عشان ترجع، وسواء في السماء أو الأرض كانت لسه سامعة الأصوات المرعبة دي حواليها. وفي الوقت ده بالظبط حست إن في حد جاي ناحيتها، وده خلاها تقلق، لأن في موقف زي ده لو حد جه وضايقها مش هتبقى حاجة غريبة، على الأقل في عنده شوية عقل وفهم، إنما لو وقعت في إيد حد تاني فما كانش مضمون هيعمل فيها إيه. بس الشخص اللي ظهر قدامها كان في قمة الوسامة والحلاوة، وسيرة معرفتش خالص إن ده هو نفسه في، وافتكرته حد تاني، وقعدت تشكر في سرها وتقول إن محاربين القبائل الهمجية دول طلعوا وسيمين بشكل مش طبيعي، ده حتى في بلاد الغرب نادر لما تلاقي حد بالحلاوة دي كلها. وهو لما شاف حالتها بالمنظر ده سألها لو كانت في وحوش هجمتها، وحكى لها إن والدته في الأصل كانت محاربة جاية من بلاد الغرب برضه، ويظهر إنها لما جت هنا زمان وقعت في نفس الموقف ده بالظبط، وكانت دايما بتقول إنها مبهورة من الطبيعة ومن كل الحيوانات الغريبة والكتيرة اللي في المكان ده. ومن حساب السنين سيرة عرفت إن الشخص اللي واقف قدامها ده يبقى ابن الفارس اللي جه من 20 سنة فاتوا. والبنت بدأت تترعش من السقعة، فالشاب سلفها العباية بتاعته وقال لها إن الستات مش لازم يسيبوا جسمهم يلقط برد. في ابتسم ونصحها إن من الأفضل تروح تجيب هدومها وتلبس. شكله كان وسيم جدا وكمان تصرفه طيب، وده خلى وش سيرة يحمر من الكسوف، وقعدت تقول في نفسها إن خسارة كبيرة فارس بصفات ومقاييس الغرب يعيش في مكان همجي زي ده. الشاب قرب منها وبدأ يلمسها عشان يشوف لو كانت عندها حمى، والاهتمام والحنية دي نقدر نقول إنهم خطفوا قلب البنت تماما، خصوصا إن سيرة عمرها ما دخلتش في علاقة أو خرجت مع حد قبل كده، فبدأت تفقد السيطرة على مشاعرها. وفي الآخر في شالها بين إيديه، والموضوع ده خلى مشاعرها تزيد وتطلع برها السيطرة، وقعد يوصفها وتقول إن وزنها خفيف زي الريشة بالظبط، ودماغ البنت كانت عمالة تلف وتدور ومش مجمعة خالص، وما كانتش فاهمة هي ليه مش قادرة تقاومه أو تبعده عنها. بعد كده على طول وصلت زيزي وسألت سيدها وعمل إيه عشان يوصلوا للمنظر ده ويبقوا شايلين بعض وقريبين من بعض قوي كده. فأول ما سمعت الكلام سيرة اتصدمت وفهمت إن الشخص ده هو نفسه اللي خطفها وجابها هنا، ومش حد تاني خالص زي ما افتكرت، وكل الحكاية إنه حلق دقنه فملامحه صغرت وبان أصغر في السن. في زعل شوية لما لقى إن سيرة معرفتهوش خالص وميزت شكله، بس مع ذلك حوار إنه حلق دقنه وخلى الملامح البريئة بتاعت البنت تظهر بسببه، فدي حاجة فرحته بجد. ومن كتر الإحراج والكسوف البنت راحت مدياله قلم على وشها، بس فيه ما كانش زعلان خالص، ده قعد يمدح فيها وقال إنها وهي في وضع صعب زي ده وقدرت تضربه بالقلم، فدي فعلا البنت اللي خطفت عينه ونقتها صح. وهم راجعين في الطريق سيرة فضلت تلوم عليه وتشتمه إنه جابها في مكان كله وحوش مرعبة كده، فالخادمة وقفت تدافع عن سيدها وقالت لها إن سيدها راح بنفسه ولف المكان كله عشان يتأكد إن مفيش أي كائن خطير قبل ما يجيبها هنا، ومقارنة بالتنين اللي أكلوه الصبح فالنوعية اللي هنا دي تعتبر هادية وأليفة جدا. وبالنسبة للتنين ده ففي شايف إنه كائن خواف وبيخاف من خياله، وزيزي قالت في سرها إنه يظهر مفيش حد في المكان ده كله يقدر يقول الكلمة دي غيره هو بس، لأن حتى لو كان تنين بياكل فاكهة فبرضه بيفضل كائن خطير ومقلق. هو النهارده شاف تعبيرات وش وملامح كتيرة ومختلفة من سيرة اللي بيحبها، وعشان كده التعب والجهد اللي بذله كان يستاهل الثمن. وبعد ما سمعت كلامه سيرة وهي مكسوفة قالت إنها هتعدي الموضوع وهتسامحه المرة دي، ففي فرح جدا لما شاف إن عروسته المستقبلية قلبها كبير وبتسامح. من بره سيرة كانت لسه عمالة تشتم فيه جوه نفسها، بس في الحقيقة والواقع شكل فيه وهو من غير دقن كان عاجبها جدا ودخل دماغها. والمشهد اتنقل لبعد كام يوم، في رجع ساب دقنه تاني تكبر وبقى شبه العواجيز، وده خلى سيرة تتصدم وتجيب آخرها منه. النهاردة سيرة عرفت من البطل عن موضوع الاجتماع مع كبار السن الشيوخ. هو عاوز يعرف القبيلة كلها على مراته المستقبلية. مكان الاجتماع في القرية اللي تحت، ودي بالظبط تعتبر قاعدة البربرة. هي تبان بسيطة كده، بس في الحقيقة دي أكبر قرية في المنطقة كلها. أول ما سمعت البطلة ما كانتش مصدقة إن في كشف لها سر عسكري بالبساطة دي، بس أبو شعر أبيض ده ما كانش فارق معاه خالص، وبصلها باستغراب وسألها هي قلقانة من دالي أصلا. هي كانت بتفكر إنها لو عرفت تهرب من هنا في أي وقت مش كده المعلومات عن الأرض اللي عايشين فيها هتتكشف، وفي أسوأ الظروف ده ممكن يتسبب في إبادتهم كلهم. لما سمع كلامها في قعد يضحك بصوت عالي لدرجة إنها تنحت وبقها اتفتح من الصدمة. يعني هي بتتكلم بجد وهو واخد الموضوع بهزار واستخفاف. البطلة افتكرت إنه شايفها مش هتعرف تهرب من هنا أبدا. هو قال لها إنه مش بيستخف بيها ولا حاجة، وبعدين خبى دقنه الكثيفة بإيديه وسألها مش يمكن تكون هي اللي وقعت في حبه وما بقتش قادرة تبعد عنه. فجأة صورته هو وسيم وجذاب ظهرت في
بخيالها. فسيرة وشها احمر من الكسوف وقعدت تبرر لنفسها وتقول إن اللي حصل وقتها كان مجرد لحظة طيش مش أكتر. بعد كده التلاتة بدأوا ينزلوا لتحت، وأم شعر أصفر حذرته بإنه ما يفتحش السيرة دي تاني ولا يحكي اللي حصل ده لأي حد. في قعد يرخم على مراته المستقبلية ويقول لها إنها لذيذة قوي وهي متعصبة، بس للأمانة وبتكلم بجد هو مش خايف خالص إنها تهرب وترجع للمملكة بتاعتها، لأنهم خلاص هيتجوزوا قريب، وغير كده في واثق جدا إنه هيخليها تحبه. لما سمعت كده سيرة وشها جاب ألوان من الكسوف وسألته هو جايب الثقة العمياء دي كلها منين. بعد شوية اتجمع عدد كبير من جنود البرابرة، ونظرات البطلة كان باين عليها الخوف والقلق، وده لأن الناس دول كلهم كانوا بيبصوا لها بنظرات كلها غل ورغبة في القتل. حتى في كم واحد منهم طلبوا إنهم يبارزوا سيرة بنفسهم. كل واحد كان مستني بفارغ الصبر عشان يجرب حظه ويقيس قوته قدامها ولو لمرة واحدة. هنا البطلة فهمت إنهم عاوزين ينتقموا لزمايلهم اللي ماتوا على إيدها قبل كده. لما في حس إن مراته متوترة وقلقانة جدا بدأ يطمنها ووقف يتكلم مع الرجالة بتوعه. البطل زعق بصوت عالي ووجه الشكر لكل المحاربين الشجعان اللي رحبوا بصاحبة الخوذة الكريستالية، وقال لهم بس هي محتاجة الأول تقابل كبار السن والشيوخ، وأضاف إنه مقدر جدا حماسهم ورغبتهم في مواجهة حد قوي، بس لازم يهدوا دلوقتي. أول ما سمعوا كلامه كلهم هديوا تماما وما بقاش فيه أي أثر لنظرات الغل دي. سيرة هنا استوعبت إن الشخص القوي اللي بيتكلموا عنه ده يقصدوا بيه هي، فسألته أمال هما متجمعين هنا كلهم ليه من الأول؟ في شرح لها إنهم خرجوا عشان يرحبوا بيها، وفي نفس الوقت بيستعدوا عشان مستنيين دورهم في التدريب والمبارزة مع بعض. البطلة تخيلت نفسها وهي بتتحط في موقف وتضطر تحارب كل كمية البرابرة دول، فخافت الصراحة، بس برضه فضلت مستغربة لأن المفروض يكونوا عاوزين ينتقموا منها أو حاجة شبه كده. أبو شعر أبيض لاحظ إن مراته المستقبلية شغلة بالها بالموضوع ده وقلقانة منه، فسأل رجالته على طول إذا كان حد منهم شايل غل أو كره لصاحبة الخوذة الكريستالية، ولو مفيش يبقى يوسعوا الطريق فوراً. وفي ثواني وقفوا في صفين منظمين عشان يوسعوا السكة لسيرة عشان تعدي، وكلهم قالوا بصوت واحد إن هما مش شايلين أي كره أو ضغينة ليها خالص. لما شافت الموقف ده البطلة اتصدمت جدا من قوة ترابط البرابرة دول مع بعض، بس من جواها فضلت تقول لنفسها إنهم بيعملوا كده بس عشان بيسمعوا أوامر ابن زعيم القبيلة، وقعدت تطمن نفسها وتقول إنها الفارس الأول للحملة الشرقية وما ينفعش تترعش أو تخاف قدام أي خطر. في اللحظة دي بالظبط واحد واقف ونادى عليها بلقب الخوذة الكريستالية. هي افتكرت إن الراجل ده هيعيط عشان صحابه اللي ماتوا، بس اتفاجئت إنه قعد يمدح في معركتها ضد فيا ويقول إنها كانت ممتازة، وقال إن الكل هنا عارف إن السر لويثان محارب قوي ومفيش منه اتنين، ومع ذلك سيرة قدرت تقف صامدة قدامه وتحاربه لوقت طويل رغم إنها ست، وعشان كده كل واحد واقف هنا بيكن لها كل احترام وتقدير، وأكد إن ست عظيمة وقوية زيها كده أكيد هتخلف أطفال أقوياء وصحتهم حديد. اتكسفت جدا وجسمها قعد يترعش من كتر الإحراج، وما كانتش فاهمة إزاي هما متقبلينها بالبساطة دي مع إنها تعتبر قائدة جيش الأعداء. في قال لها إن المحاربين اللي هنا مش شايلين أي ذرة كره ليها، لأن مبدأهم في الحياة هو إن الشخص القوي هو في نفس الوقت شخص كويس وطيب، وكل الرجالة اللي عايشين هنا بيفكروا بالطريقة دي، وعشان كده سيرة مش محتاجة تقلق خالص من موضوع الانتقام ده. وفضلوا ماشيين والبطلة بتتفرج على القرية، والناس هناك كانوا عايشين مع بعض في سلام وبساطة وفرحة، رغم إن القرية مش متطورة زي المملكة بتاعتها، بس كانت بتدي إحساس بالراحة والسعادة أكتر بكتير. بعد كده أبو شعر أبيض طلب من سيساي تاخد مراته وتدخل بيها البيت اللي بيغلوا فيه مياه سخنة عشان يضيفوها. أم شعر أسود استغربت شوية بس نفذت كلامه على طول، وسألت سيدها هو ناوي يعمل إيه، فعرفت إنه رايح يقابل الشيوخ الأول عشان يخلص كام مشوار وراه. في نادى بصوت عالي على الناس اللي جوه البيت عشان يطلب منهم مساعدة. الست اللي كانت جوه خرجت وهي مبسوطة وبتسأله في إيه. أبو شعر أبيض اعتذر لها على الإزعاج، وبعدين عرفها على مراته المستقبلية وطلب منها تهتم بيها وتضيفها كويس. البطلة اتخضت لما اتعرفت بالطريقة دي تاني، والست أم شعر أسود دي كانت لطيفة قوي، وأول ما شافتها قالت له على طول ما شاء الله أنت جميلة قوي، وقالت إن لون عينيها شبه لون عينين مرات زعيم القبيلة بالظبط، ومدت إيدها تلمس صدرها وهي بتمتدحها وتقول أكيد السير لويثان هيبقى مبسوط وراضي جدا بيكي. وقبل ما سيرة تلحق تاخد رد فعل أو تستوعب اللي حصل، الست دي شدتها ودخلتها بيها البيت على طول عشان تضيفها. الخدامة اللي واقفة ومكلفة بحمايتها اتصدمت هي كمان من الموقف السريع ده. لما دخلوا جوه الست دي اعتذرت لها لو كانت هزرت معاها بطريقة تقيلة شوية، والبطلة كانت متسامحة وقالت لها مفيش مشكلة ومش زعلانة. الست ردت وقالت إنها فعلا طيبة وأصيلة وتستاهل تكون مرات فيه، وبما إن المياه كانت بتغلي الست حبت تعمل لها شاي أعشاب عشان ترحب بيها. الطفل اللي عايش في البيت جري بسرعة وهمة عشان يجيب الأعشاب المناسبة. الشاي اللي بيشربوه في المنطقة دي غريب شوية بس طعمه حلو قوي، والأطفال هناك أذكياء ونشيطين جدا، أول ما حد كبير يتكلم بيجري ينفذوا الكلام على طول. سيرة افتكرت إن دي الطريقة
اللي بيربوا بيها المحاربين من صغرهم. بس في الحقيقة الأطفال دول بمجرد النظر بيقلدوا الكبار وبيتعلموا منهم. الطفل إن أكبر شوية فيعتبر قدوة للطفل غاطة. شعر أصفر لما سمعت كده استغربت إن الطفلين مش إخواته من عيلتين مختلفتين. بعد كده البطلة دقت شاي الأعشاب وقالت إن طعمه جميل جدا. سيسان استغربت وقالت لها: هو واحدة من النبلاء زيك هتعرف تستطعم حاجة جاية من البيئة البرية دي؟ البطلة ردت إن ريحته فعلا غريبة شوية، بس لما بتشربه بيبقى ممتع ومريح جدا. الخدامة قالت لها إن دي أعشاب فخمة وغالية بيجيبوها عن طريق التبادل من الأشجار الروحية الكبيرة. سيرا من كتر ما عجبها الشاي طلبت كوباية تانية ببجاحة كده، لدرجة إن سيساي تنحت وما بقتش عارفة تقول إيه. بعد كده البطلة فتحت تاني موضوع إنهم مش عيلة واحدة وعايشين مع بعض. الست شعر أصفر ملامحها اتغيرت وبان عليها الحزن، وقالت إن جوزها مات من فترة طويلة، وقالت إن لما الطفل كان لسه في بطنها جوزها راح يحارب في الجبهة الغربية وفي الآخر مات متأثر بجراحه الخطيرة. الكلمة دي خلت شعر أصفر تسرح وتفكر. هي طول عمرها بتشيل هم شعب مملكتها، بس عمرها ما فكرت إن العائلات اللي هنا برضو بتتدمر وتخسر ناس بسبب الحرب. عقيدة الفرسان اللي في دماغها دايما بتقول إن في أرض المعركة طالما قدامك عدو يبقى لازم تقتله ومفيش مجال لقلب طيب أو رحمة. ومع ذلك سيرا ما قدرتش تنطق بالكلام ده، وكل ما تبص للطفل وهو بيضحك كانت بتحس بضيق وذنب جوه قلبها. فقالت علانية إنها مش هتعتذر عن الأرواح اللي ماتت من البرابرة، وقالت لها: عشان كده كرهيني براحتك، أنا دلوقتي خسرت واتقبض عليا. وقالت إن من حقهم تماما ينتقموا منها عشان خاطر جوزها اللي مات. لما سمعت كده الست شعر أصفر ما بقتش فاهمة البطلة بتتكلم عن إيه أصلا. سيرا كملت وقالت إن احتمال كبير تكون هي نفسها الشخص اللي حرم جوزها من حياته. الست ردت وقالت إن الناس هنا ما يعرفوش يلوموا حد على حاجة زي دي، وطبعا زعلانة إن غاتا ما شافش أبوه، بس هي وابنها محظوظين إنهم قدروا يشوفوا جوزها ويدعوا له وهو في أنفاسه الأخيرة، وده كرم كبير، وهو ساب وراء أهم ذكرى وأثر وهو الطفل ده. وأضافت إن الرجالة هنا مش بيموتوا بس في الحروب، دول دايما في مواجهة مستمرة مع وحوش خطيرة جدا، وموضوع إن حد يخسر إيده أو رجله وما يقدرش يحارب بعد كده ده شيء طبيعي وبيحصل على طول، كده كده الموت جاي في وسط المعارك. وعشان كده طلبت من سيرا ما تقعدش مكشرة ومحملة نفسها الهم كده عشان ما تتسببش ليهم إحراج ودي. بعد ما سمعت كلامها شعر أصفر استوعبت إن المحاربين دول والست دي عندهم مفهوم عن الحياة والموت مختلف تماماً عن اللي هي اتربت عليه في مملكتها. وفجأة ومن غير إنذار صوت صفارات الخطر ضربت في القرية كلها بسبب هجوم من الوحوش. ويا سبحان الله، الوحش اختار بالذات البيت اللي سيرا قاعدة بتشرب فيه الشاي. صحيح هو مش من نوع الوحوش الضخمة اللي فيه بيصطادها، بس حجم الكائن ده برضه كبير ويخوف ويهدد حياة أي حد هنا. والغريب إنه ما هجمش على طول وقعد يبص حواليه كأن سيرا مش مصدر تهديد ليه. الخدامة قالت إن ده تنين من نوع سوكيبكي، والنوع ده بيمشي ورا ريحة الدخان عشان يصطاد فريسته، وعشان كده هو ركز مع البيت ده بالذات عشان الدخان اللي طالع منه. الغريبة إن الوحوش دي في العادي مش بتأذي الناس هنا، لأنهم عارفين إنهم لو عملوا كده هيتحولوا هم الفريسة والمحاربين هيصطادوهم. مش مفهوم إيه اللي خلاهم يعملوا كده النهاردة. سيرا زعقت وطلبت من الكل يهرب، والطفل الصغير قعد يعيط من كتر الرعب. الخدامة هي كمان طلبت من البطلة إنها تهرب، لأن لو حصل لها أي حاجة سيدها فيها يزعل جدا. البطلة رفضت تهرب وقعدت تهزق فيهم وتقول لهم إنهم إزاي بيستسلموا بالسهولة دي لموضوع التضحية بالأنفس، وقالت إنها كفارسة مستحيل تقبل إن حد يموت قدام عينيها. ومع إنها ما عندهاش سيف في إيدها، بس شافت إن سيخ حديد من بتاع الفحم هيبقى كفاية جدا عشان تحارب بيه، وراحت هجبت عليه وضربته ضربة قوية خلت الوحش يرجع لورا، لدرجة إن سيساي اتصدمت من اللي شافته. مش منطقي أبدا إن حد يحارب تنين بماسك فحم. صحيح الضرر اللي تسبب فيه السيخ ما كانش كبير، بس كان باين إن البطلة عافية وقوتها الجسدية رهيبة. هي افتكرت ضربة السيف بتاعت فيل اللي كانت أقوى من دي ب100 مرة، وبالمقارنة بقوته هو التنين ده ما يسواش حاجة. وفضلت سيرا تصد كل ضربات التنين، وبعدين نطت في الهواء ورشقت السيخ في عينه على طول، واستغلت الفرصة دي وزعقت فيهم تاني عشان يخرجوا ويهربوا بره البيت. سيساي اترددت ثانية، بس لما شافت إن شعر أصفر قادرة تدافع عن نفسها ومهاراتها عالية سمعت كلامها وخرجت. في نفس الوقت بره البيت كان محاربين الببرة شغالين محاصرة لتنانين تانية هجمت على القرية. البطل وصل للمكان وبكل بساطة بضربة سيف واحدة خلص على الوحش اللي قدامه، وجات له تقارير إن في حوالي 4 تنانين دخلوا القرية، وإن الأولوية الأولى دلوقتي هي حماية الأهالي والناس. هو فكر في نفسه إن سيرا هتبقى تمام ومفيش قلق عليها طالما سيساي معاها، وفضل فيه مع المحاربين بيصفوا التنانين واحد ورا التاني. فجأة الخدامة جريت عليه وهي بتنهج وبتقوله إن مراته المستقبلية في خطر كبير جوه، ومن غير ما يستنى سيساي يتخلص كلامها أبو شعر أبيض طار على هناك عشان يلحقها.
في الوقت ده التنين كان هايج ومش شايف قدامه بعد ما عينه اتعمد، وسيرة كان كل اللي في ايدها سيخ حديد، فما كانش فيه مجال للقطع أو الذبح، وقعدت تخبط بيه كام خبطة لحد ما سيخ الفحم اتكسر نصين في ايدها. التنين لما شاف إنها بقت من غير سلاح بدأ يستعرض قوته وهجم بكامل طاقته. البطلة قعدت تقول لنفسها إنها طلعت شخصية منافقة بعد ما دخلت بلدهم واحتلتهم، جاية دلوقتي تعمل فيها طيبة وبتشفق على الضعفة، وافتكرت إن دي خلاص هتبقى نهايتها. بس في اللحظة الأخيرة في وصل وزعق وقال لها سدي ودنك بسرعة، وطلع زئير قوي جدا مرعب لدرجة إن التنين اتعمى في عينه التانية من قوة الصوت. والخطوة اللي بعد كده كانت بسيطة، نزل بسيفه وقسم التنين نصين. البطل شكرها وعبر لها عن امتنانه لأنها وقفت وحمت سيساي وباقي الناس اللي كانوا جوه، وقال لها إن أهم حاجة عنده هي إنها تكون سليمة وفي أمان. لما سمعت الكلام ده مشاعر البطلة اتهزت واتأثرت جدا، ومن غير ما تحس دموعها نزلت على وشها، وما كانتش فاهمة إيه الإحساس ده أو هي مالها جرالها إيه. وفي الآخر أبو شعر أبيض شال مراته بين إيديه ورجع بيها، والخدامة كانت طايرة من الفرحة لما شافتهم كده. على بالليل سيرة شاركت في الحفلة، وعشان في كان شايلها قبلها فكانت مكسوفة ومحروجة جدا، بس دي كانت أول مرة في حياتها راجل يحميها، فكانت فرحانة. والبت زي لاحظت إنها بدأت تفك وتبقى ألطف من الأول. سيرة ما كانتش مصدقة إن في حد من النبلاء ممكن يضحي بحياته عادي كده عشان يحمي ناس غريبة ما يعرفهاش. وهم بيشربوا سيرة افتكرت فجأة وش فيل وسيم وهو من غير دقن علشان بيطلع مز على الآخر. في الوقت ده ظهرت عشيرة الجن فجأة، والموضوع ده عمل صدمة عمر لسيرة، لدرجة إنها فكرت نفسها شربت كتير وعينيها مزغللة، لأن مفيش في الدنيا ناس قزام بالحجم ده. في سألها بعد كده لو كانت مراته المستقبلية اتخضت ولا حاجة، وقال لها إن في حاجات تانية غريبة لسه هتحصل، يعني غير عشيرة الجن الصغيرين دول في قبائل تانية كتير موجودة. القبائل دي سمعوا إن سيرة حمت الناس ووقفت لتنين بقلب ميت، فكانوا معجبين بيها جدا، والحفلة دي أصلا معمولة عشان يشكروها. كل دي كائنات غريبة ما سمعتش عنها غير في حكاوي زمان، فسيرة ما كانتش فاهمة أي حاجة خالص. وقبل ما تستوعب اللي بيحصل قدموا لها سيف أثري هدية. بالنسبة لسيرة السيوف دي حاجة غالية ومكلفة جدا، فما كانتش راضية تقبله. في نصحها تاخده وهي مغمضة، لأن الحاجات اللي الراجل ده بيصنعها كلها فرز أول ومن أجمد السيوف الأثرية، وقال لها أنها بس لو بصت على حد السيف هتعشقها فوراً. سيرة سحبته فعلاً عشان تشوفه، ولقيته تحفة وفي منتهى الجمال، مظبوط بالمسطرة ومنقوش بنقشة دقيقة جداً. ده غير إن السيف معمول عليه سحر بيزود قوة اللي بيحارب بيه. النوع ده متفصل من معدن مخصوص، ومحدش بيعرف يتعامل معاه غير الناس اللي من عشيرة الراجل العجوز ده بس. وفي بلاد الغرب بيسموا المعدن ده مدرن، وسيرة افتكرت إن الاسم ده اتذكر في حكاية مشهورة قبل كده. بالنسبة لبلاد الغرب الراجل العجوز ده يعتبر من الأقزام. بالمناسبة دي في عرف مراته المستقبلية على الشيوخ الكبار، وقال لها إن في عشيرة الإلف وعشيرة الأرواح وعشيرة يان لوان. في الأول مجرد وجود التنانين كان حاجة مرعبة، فما بالك لما تكتشف إن القبائل دي كلها جيران كويسين للناس الهمج دول. الحقيقة إنهم كانوا طيبين وودودين جدا، وطبيعي سيرة تتفاجئ لأن أي حد بيجي من بلاد الغرب بيبقى ده رد فعله بالظبط. من زمان قوي والقبائل اللي عايشة في الأرض دي عاملين تحالف مع بعض، وبقوا العشائر الخمسة الكبرى زي دلوقتي. اتولدوا وعاشوا كلهم في الأرض دي، والقانون اللي ماشي عليهم كلهم هو إنهم يحطوا إيديهم في إيدين بعض عشان يعيشوا. بعد ما سمعت الكلام ده سيرة اتفاجئت جدا إزاي ناس همج يقدروا يعملوا حضارة فيها مساواة بين كل الأجناس دي. بس الصراحة لو حصلت أي مصيبة كل واحد بيقول يفكيك، وكل واحد بيشيل شيلته، هما بيبقوا أصحاب وقت الشرب بس. سيرة بعد ما سمعت كده سكتت وما بقتش عارفة تقول إيه، لأن طلع في الآخر تحالف عشان القعدة والمزاج. انتهزت سيرة الفرصة وسألت لو كان جيش الحملة الشرقية وصل للمنطقة دي ولا لسه. أول ما سألت كلهم ماتوا على نفسهم من الضحك، لدرجة إنها حست بالإحراج الشديد. في شرح لها وقال لها إن تحالف القبائل ما بيتدخلش في حوارات الخناق على الأراضي والممتلكات. الحرب بتاعت جماعتها دي بالنسبة لهم زي خناق الحيوانات مع بعضها مش أكتر. كل عشيرة هنا تقدر تقف للتنين لوحدها، بس الحاجة الوحيدة اللي بتخليهم يتحدوا مع بعض هي كائن مرعب أكتر من التنين بكتير. في كائنات متحورة في المكان ده وبيسموها الوحوش السحرية. في قال لها إن الكائنات دي تعتبر زي الكوارث الطبيعية، ومن هنا تفهم هي مرعبة قد إيه. وعشان يغيروا السيرة الكئيبة دي عشيرة الجن طلبوا من الكل يكملوا شرب لأنهم في حفلة. ال4 قبائل صبوا المشروب لعروسة المستقبل، واتمنوا يشوفوا ابن لوي تاني قريب. ال3 شيوخ العواجيز بصوا لجسم سيرة وقالوا بثقة إنها شكلها كده هتجيب عيال كتير قوي. في لما سمع كده ضحك وقال لها إن العقد الذهب والهدوم اللي هو لابسها دي أصلا هدايا من أصحابه دول.
الأقزام هم اللي عملوا العقد من الذهب والمدرين، والهدوم خيطتها له عشيرة الجن، واللي سحر السيف وزود قوته كانت عشيرة الألف. والسيف ده بيصلح نفسه بنفسه ومش محتاج أي صيانة. سيرة بعد ما سمعت كل ده اتفاجأت جدا، ونظرتها للناس هنا اتغيرت تماما. المشهد اتنقل لتاني يوم الصبح. زيزاي كانت بتصحي سيرة، فكانت النتيجة إنها أخدت خبطة على دماغها. الساعة كانت بقت الظهر خلاص، وعشان سيرة شربت كتير الليلة اللي قبلها نامت ومدريتش بالدنيا. سيرة مسكت الهدية اللي أخدتها وكانت معجبة بيها جدا، وعرفت إن كل ده حقيقة مش حكاوي خيالية. البطل فيه دخل عليها بعد كده عشان ينده لها، وكان لسه حالق دقنه، فوشها احمر وخجلت. دقنه بتطلع بسرعة الصاروخ فبيكسل يحلقها، بس لما بيحلقها بيخطف أي بنت. واستغل الفرصة عشان يرخم على مراته ويشوف رد فعلها هيكون إيه. الخدامة بعد كده حشرت العيش في بقه وقالت لهم كفاية سهوكة ومحنة بقى. الأكل ده كان معمول من لحم التنين، وعشان كده كان طعمه تحفة. ده كان لحم التنين اللي سيرة حاربت ضد الصقر بتاعه امبارح، فعشان كده حست إن طعمه أحلى من العادي. في عزم عليها تخرج تتمشى معاه وبالمرة تقابل حد تعرفه. سيرة استغربت جدا وقالت في نفسها هي هتعرف مين هنا يعني. لما وصلوا لقوا واحدة ست عينيها مفقوعة بسبب الحرب. الست دي فرحت جدا وقالت إنها بقالها كتير ما شافتش الست هانم، وسمعت إن سيرة حمت امبارح أم وابنها من هجوم التنين، فحست إن سيرة لسه زي ما هي ما اتغيرتش. سيرة سألتها بفضول هي مين، لأن شكلها مش مألوف بالنسبة لها، وعشان شكلها اختلف تماما عن زمان نيليا عرفت نفسها تاني. من 4 سنين كانت فارسة في الحملة الشرقية وبتحارب جنبا إلى جنب مع سيرة. الاتنين عاشوا مع بعض معارك صعبة كتيرة، ونيليا نفسها كانت بتكره الهمج عامة، بس في الآخر في محارب هنا هزمها وأخدها معاه وبقت مراته. سيرة بعد ما سمعت الكلام ده اتصدمت صدمة عمرها، لأنها كانت فاكرة إن الرجالة بتاعتها ماتوا خلاص. مش كده وبس، دي كمان حامل في العيل التاني دلوقتي. كلهم دخلوا البيت بعد كده عشان يتكلموا. الليلة اللي فاتت نيليا سمعت جوزها بيتكلم عن الخوذة الكريستال، فعرفت على طول إنها سيرة. وبالنسبة لجوزها فهو بالظبط الراجل اللي هزمها من 4 سنين، ومع الوقت اتعودت على المكان هنا، وبقت فترة الحرب القديمة دي بالنسبة لها ولا كأنها حياة تانية خالص. سيرة سألتها هي ليه خلت فيه يوصل الرسالة، مش هو يبقى ابن شيخ العشيرة الوقور؟ الست شرحت لها إن المكان هنا مختلف تماماً عن بلاد الغرب، وعشان عيلتها ليها علاقة بالواد فيه ده طلبت منه الخدمة دي. سيرة استغربت وقالت واد ازاي يعني؟ طلع الشاب ده عنده 18 سنة بس ومش عجوز خالص زي ما شكله باين. سيرة اتصدمت لأن شكله مش مدي الصقر على 18 سنة خالص، والدقن دي وراثة من أبوه لأن طبيعة جسمهم خاصة جدا. نيليا تبقى مرات ابن عمه، يعني يعتبروا أهل. أما بالنسبة لسيرة فكان عندها 26 سنة. في ضحك وقال إن السن ده مظبوط جدا ومثالي للجواز. سيرة اتضايقت إن الواد أصغر منها وبيتكلم بالطريقة دي، واعتبرت إنه بيتنطط عليها عشان أصلع وأقوى، وفي عشان خايف مراته المستقبلية تشيل هم السن. تمنى لو كانت ولد بدري عن كده، بس النتيجة إنه اتهزق. سيرة قالت له لو فضلت تقول الكلام ده وكأنك ضامن تكسر عيني، فلو عشت 100 سنة كمان عمري ما هكون لميزتك كزوجة. في لما سمع كده قعد يضحك بصوت عالي، وبعدين اعتذر لها بجد ومن قلب صافي، وقال إنه لسه صغير وغلط في حق محاربة كبيرة زيها. زيزاي لما شافت المنظر ده سألت هو ليه سيده بيعتذر أصلاً. الست التانية سألت سيرة لو كانت اتعورت وهي بتتأثر. في المعركة الأخيرة سيرة سيفه اتكسر وعشان كده خسرت. في أرض المعركة الحرب ما فيهاش يمر حميني، ولما يكون الطرفين بنفس القوة أكيد واحد منهم هيتصاب إصابة مقتل، ومع ذلك سيرة قدرت تصد كل الضربات القوية من فيه اللي تهد تنين ومن غير ما تتجرح. الماتش خلص بس لما العدة بتاعتها باظت، يعني بالبلدي كده فرق الإمكانيات والأسلحة هو اللي خلاهم راس براس، وفي الآخر اللياقة البدنية المرعبة بتاعت فيه هي اللي كسبته. وقتها لو كان معاها سيف أنضف كان ممكن قوي فيه هو اللي يتوجع من سيرة، ومع ذلك الست كانت عارفة إن الواد الصغير لسه ما استخدمش ضربة لوي تانية الأبيض، بس برضه ما كانش ينفع يستهون بخصم مهاراته أعلى بكتير زي سيرة. أول ما شافت وشه باين عليه الندم والأسف، سيرة صفيت وهديت. الشاب ضحك وقال لها شكرا إن الحظ خدمه وكسبها عشان يتجوزها في الآخر. نيليا لما شافت المشهد ده حست إن الست هانم بدأت تحب فيه هي كمان، وإن الفرح قرب خلاص. في الوقت ده الجوز رجع ومعاه ابنه، وفي لما شاف أخوه الصغير ناداه باسم الدلع بتاع زمان. باين جدا إن الجوز دول عايشين في منتهى السعادة، ومحدش يصدق إن هم كانوا بيموتوا بعض في يوم من الأيام. سيرة حست إن الست دي اتغيرت فعلا وما بقتش شايلة غل من الهمج في الأول، والمنظر المبهج ده خلاها تفرح معاهم. على بالليل سيرة فضفضت وقالت إنها ما كانتش فاهمة أي حاجة عن المكان ده خالص، وإنها شاركت في الحملة الشرقية وهي مغمية عينيها ومش دريانة باللي بيحصل. المحاربين اللي هنا برضو عندهم عائلات وبيوت،
وجماعتها كانوا بيبرروا غزوهم واحتلالهم بأنهم بيسموهم قبائل همجية وخلاص. بعد ما فهمت طبيعة المكان اعترفت بغلطها، بس هي في الآخر لسه ست من النبلاء وعايزة تساعد الناس الغلابة يخلصوا من شقهم. بصفتها فارسة هي مش حاطة فيه في دماغها خالص، بس على المستوى الشخصي بدأت تميل ليه وتاخد عليه. بعدها الاتنين وشهم أحمر لما اتكلموا في مشاعر وحب. في مكان تاني جوه أراضي القبائل الهمجية كان في مجموعة فرسان وصلوا هناك ونيتهم يهربوا سيرة ويخلصوها. اللي كانت سايقاهم وبتقودهم هي رهبة بتعرف تستخدم السحر، ومن ساعة ما دخلوا الغابة دي وهم عمالين ياخدوا على دماغهم من التنانين، وكلهم جابوا جاز وتعبانين جدا. الحمد لله إن المرة دي طلع غزال مش تنين. البنت اللي شعرها أحمر قعدت تتمنظر وتقول إن معاها كتاب سحر من الآلهة ومفيش داعي للخوف، ولو ظهر تنين هتطيره في ثانية زي كل مرة. ما كانتش بتسمح لأي حد يهرب لأنهم فرسان وعندهم شرف وجايين يرفعوا راس عيلتهم، وقالت إنهم لو مشوا في نفس السكة بتاعت من 20 سنة فاتت هتبقى فضيحة بجلاجل، وعشان كده عايزة تنقذ سيرة بأي تمن عشان تغسل عار ال20 سنة اللي فاتوا. نرجع لسيرة. بقالها كام يوم بتستخدم سيفها الجديد عشان تقطع الخشب، ومنها بتتمرن بيه. الخدامة طلبت منها تريح شوية لأن سيرة قطعت خشب في ال3 أيام دول يكفي الأسبوعين الجايين. سيرة كانت حاسة بالملل لأن يومها كله أكل ونوم ومفيش حركة كتير، والسيف عالي قوي ومحتاجة تتمرن عليه عشان تاخد عليه. في العادي وهي في المعسكر كانت ديما مشغولة، والحياة هنا مختلفة تماما، فعشان كده كانت قلقانة ومش على بعضها بقالها كام يوم. وهي صغيرة جدها كان بيحميها واخد باله منها، لدرجة إنهم حتى في أيام الإجازة كانوا بيجيبوا حد يمرن سيرة. زيزاي قالت لها إنها من اليوم ده مش هتزهق تاني خلاص. وفي اللحظة دي بالظبط جوز المستقبل وصل مع الجيش بتاعه عشان يعزموه عليها في ماتش تمرين. كلهم كانوا سخنين ومتحمسين وعايزين يقيسوا مستواهم مع الخوذة الكريستال. سيرة في الأول عملت نفسها مش عايزة، وبعدين قالت هم جايين في لمة كده، لو طردتهم هتبقى شكلها بايخ قوي يعني. وقبل ما يبدأوا في طلب من الخدامة تروح تجيب الدرع تديه لمراته. طلع إن من ساعة ما اتأثرت والدرع ده بيتعمل له صيانة على طول، بس الخوذة كانت باظت خلاص فمش هتعرف تستخدمها. زيزاي كانت بتعرف تلبس الدروع فساعدتها. الحوار ده فاجئ سيرة إن البنت بتعرف تعمل كده. سيرة خرجت بكامل طاقتها وحيويتها، وأول ما شافوها رجال العشيرة الهمجية سخنوا وتحمسوا أكتر. طبعا كانوا هيستخدموا سيوف خشب عشان التمرين ومش هيجازفوا بالحديد الحقيقي. أول واحد دخل يتحداها كان الشاب الصغير اللي شارك في الهجوم الأخير. سيرة كانت سخنة والدم بيغلي في عروقها، وأول ما الخصم قرب عليها بكل بساطة ادته خبطة تحت الحزام جابته الأرض. الأب العجوز لما شاف ابنه تهان كده دخل يحارب هو كمان، والنتيجة إنه أخد نفس الخبطة ونزل جنبه، لأن الأب وابنه بيستخدموا نفس التكنيك بالظبط. سيرة تقدم بعد كده عشان الماتش، وشكر سيرة إنها حمت أخته وبنت أخته المرة اللي فاتت. سيرة لما سمعت كده اتفاجئت إن طلع من أهل الست التانية. الشاب ده كان شغال بسيوف مزدوجة ومستواه أعلى بكتير من اللي قبله، بس حظه السيء إن سيف سيرة كان في ليفل تاني خالص فكسبته بسهولة. وكل المحاربين ورا بعض أخدوا نفس النصيب. في الوقت ده لو سيرة دخلت مع أي حد راس براس مش هتخسر أبدا. زيزاي كانت مبهورة لأن الناس دول كلهم أساطير. شيخ عشيرة الجن قال إن البنت دي عندها قوة إرادة وعزيمة مرعبة، فطبيعي تبقى جامدة كده. الخدامة ما كانتش فاهمة يعني إيه قوة إرادة أصلا، ففي شرح لها وقال لها إنها عزيمة المحارب والرغبة الموت في المكسب. المعركة بدأت بين الجوز اللي عندهم أعلى قوة إرادة. في المهارة سيرة كان كعبها عالي، بس فيه كان حمار شغل وجلده تخين وما بيقعش بسهولة. وهم بيحاربوا كانوا بيصبوا قوة عزيمتهم جوه السلاح. لو السلاح واللياقة زي بعض فاللي هيكسب هو اللي عنده إرادة وعزيمة أقوى. الجوز فضلوا يستعرضوا مهاراتهم في السيف، وبعد ضربة قوية جدا السيوف الخشب ما استحملتش واتدشدشت. الجمهور لما شاف كده قعد يهتف ويصيح لأن الماتش خلص تعادل. في قال لها المرة اللي فاتت أنا خسرت، فالمرة دي مش هجامل ولا هسيب حقي. سيرة استغربت إن الواد لسه شاير في قلبه من حوار اليوم ده، بس الصراحة اللعب ده خلاها تفك ومزاجها يبقى عنب. وهم في وسط الحوار جه واحد بيجري بيبلغهم بخبر شوم. في تنين من نوع موريس بيري مصاب وبيجري ناحية القرية. في ثانية المحاربين اتجمعوا عشان يصدوه قبل ما يبهدل الدنيا. سيرة استغربت لأن الحوارات دي بقت تتكرر كتير اليومين دول، وسمعوا إن في تنانين تانية كتير اتعورت على إيد البشر، مع إن الناس اللي هنا ما بيعملوش كده. فسيرة دخل جواها الشك وحست إن الموضوع وراه إنه التنين الأسود هجم على المحاربين، وكان هدفهم يزنقوه لفيه عشان يخلص عليه. كلهم اتعاونوا وحصروه عشان سيرة تديله الضربة قاضية، وفعلا سيرة رشت السيف في عينه فخر جثة هامدة في مكانه. بعد ما خلصوا المهمة الناس بدأت تقطع اللحمة عشان ياخدوه مع العشيرة.
النوع ده ما بيطيرش ومش زي التنانين العادية، ده تنين حقيقي من العصور القديمة، بس مع الوقت أجنحته اتحورت وبقت أطراف، فعشان كده عنده 6 رجلين. الإصابة اللي لقوها في التنين قلقت الناس، ولما شافوها خمنوا إن ده سحر. في سأل مراته لو في حد في بلاد الغرب بيعرف يعمل السحر ده، وأكد ليها إن الحركة دي مش من عمايل أهل المنطقة هنا. سيرة افتكرت إن جيش الحملة الشرقية مفيش حد فيه بيعرف سحر، بس الكهنة بتوع الجماعة الدينية هم اللي ليهم في الكلام ده، ودول شغلانتهم يدفنوا الفرسان اللي بيموتوا في الحرب. في اللحظة دي البنت من عشيرة الجن جت تبلغهم إنهم قفشوا العيال الأغبياء اللي بيستخدموا السحر. في طلب من الكل يكملوا تقطيع لحم التنين وما ياخدش معاه غير المحاربين اللي ليهم رتبة وألقاب بس، وقال لهم إن الوحوش السحرية ظهرت خلاص ولازم نكون على أعلى درجة من الصحصحان. سيرة أول ما سمعت كده قلقت، لأنها عارفة من الأول قد إيه الوحوش دي مرعبة. قريب من هناك فرقة الفرسان كانت بتاكل علقة من تنين، فالبنت اللي شعرها أحمر اضطرت تتدخل وتستخدم السحر. الحركة دي خلت التنين يطير ناحية جماعة فيه. سيرة أول ما شافتها عرفت إن دي مانسيوس. الطرفين واجهوا بعض، والرهبة بغبائها طلبت من رجالتها يقتلوا الهمج فوراً. سيرة طلبت منها تهدى عشان يفهموا الدنيا فيها إيه، بس التانية ما سمعتش لأن في 700 سنة طار وطار بايت ما بينهم، وعملوا 17 حملة تفتيش، فمستنيين إيه تاني، وراحت ملقحة الهجوم فوراً. من هنا الناس عرفت إن المصايب اللي فاتت كلها كانت من تحت راس المجموعة دي، وبطريقة ما قدروا يستخدموا سحر النجاسة عشان يهاجموا بيه الأرض دي. الحركة دي خلت البنت اللي شعرها أحمر تحس إنها بطلة وجاية تطهر الشر. في قال لها ما تعيشيش الدور، انت بتسرقي قوة الأرض والشجر مش أكتر. سيرة لما طلبوا منها ترجع ترددت وحبت تدي فرصة للطرف التاني يتكلم، بس مانسيوس ما كانتش عايزة تسمع وراحت هاجمة. الشاب اضطر يقف في الوش ويصد الضرب كله، والموضوع ما أثرش فيه بربع جنيه، بالعكس ده اتريق عليها وقال لها ده لعب عيال وضعيف قوي، الحركات القرعة دي ما تاكلش عيش مع الناس الجامدة، وكان مبسوط إن مراته ما خانتهوش وما جرتش ناحية جامعتها في ثانية. البنت التانية لما شافتهم واخدين على بعض كده غلها زاد، ومع إنهم حذروها إنها هتدفع الثمن فضلت تقرا تعاويذ. الحركة دي خلت قوة الأرض والزرع اللي حواليهم تنشف وتموت. في اعتذر لسيرة وقال لها إن البنت دي خلاص مش هتلحق تتدثر وماتت إكلينيكيا، ومفيش ثواني والوحش السحري هجم فجأة. في مسك سيرة ومنعها تلمسه. سيرة اعترفت إن البنت جابت المصيبة لنفسها، بس في الآخر دي بنت بلدها. في حذرها من خطر الوحش السحري، بس هو برضه ما كانش هيرضى يقف يتفرج. في الوقت ده الوحش السحري كان بيتحرش بمانسيوس. البطل لما شاف كده طلب من سيرة تخلص عليها لأن الكائن ده بيلغف وينهش في عزيمة وإرادة البني آدمين. الرهبة قعدت تصرخ وتصوت زي الفرخة المذبوحة، فالفرسان اللي معاها دخلوا بقلب ميت عشان يلحقوها، بس مهما ضربوا وقطعوا في الوحش كان بيلم في ثانية وكأن مفيش حاجة لمسته. واحد منهم في ثانية الوحش خبطه خبطة فجر دماغه، وأصحابه حاولوا يكملوا بس في الآخر ماتوا وما بقاش ليهم أثر. مانسيوس لما شافت الرعب ده جابت جاز من الخوف، والوحش السحري كان بياكل ويدوب في هدومها. مش كده وبس، ده كان بيدخل جوه دماغها ويقرأ ذكرياتها. سيرة هنا اضطرت تعتذر لفيه وراحت جارية بقلب ميت عشان تلحقها، لأنها شافت إن من واجبها تخلص بنت بلدها من المصيبة دي. البنت اللي شعرها أحمر من كتر الفرحة ريالتها نزلت وسيلت. سيرة لما شافت المنظر صممت تلحقها بأي تمن، استخدمت عزيمتها الحديد وقطعت في الوحش، بس كل الجروح كانت بتلم في ثانية. وفي لمح البصر الوحش مسك سيرة من رقبتها، وهنا في دخل بصعق رعد خلت نقطة ضعف الوحش تبان، وبكده قدر ينقذ مراته المتهورة. المرة دي قال لها إنه هيساعدها، وباقي المحاربين دخلوا معاه عشان يردوا الجميل، لأن سيرة قبل كده خطرت بحياتها عشان تنقذ ناس من عشيرتهم، فكان لازم يردوا ليها الحركة دي. سيرة فرحت جدا والجوز بدأ يوزع الخطة. ضربة الرعد اللي فاتت بينت حاجة زي قلب أو نواة الوحش، والمطلوب إننا نطير البتاعة دي. باقي المحاربين هيتوزعوا عشان يشغلوا الوحش ويبقوا طعم، وأول وتيجي الفرصة لسيرة تخلص عليه بالضربة القاضية. وفعلا كله بدأ ينفذ الخط السريع، وعشان الرجالة شغلوا الوحش وسحبوا عينه سيرة قدرت ترشق السيف في قلب النواة بالضبط. الوحش وهو بيتضرب بص لسيرة وغمض عينه في سلام، وبعد ما طيروا النواة الوحش داب واختفى، والغادة رجعت هادية ورايقة تاني. بعد شوية مانسيوس فاقت ودماغها بتلف وكأنها كانت في كابوس مرعب، هدومها وحاجتها كلها بح، وأول ما شافت فيه وزيزاي قعدت تشتم وتقول لهم يا همج، وافتكرت إنهم هيعتدوا عليها ويقتلوها، وقعدت تصوت وتجعجع وتهدد بقلة أدب إنهم لو لمسوا جسم الراهبة ربنا هيخسف بيهم الأرض. الخدامة قالت إنهم كانوا بيقولوا البنت دي جامدة، بس بالمنظر ده مفيش ريحة الوجاهة والتشبيح اللي بيحكوا عنها. البطل عرف إن الكلام الذوق والتحضر ما يمشيش مع الأشكال دي. الراهبة قعدت تنده على سيرة وتقول لها
وانزلي بضربة العدالة على الهمج دول. سيرة هنا كانت في نص هدومها ومكسوفة جدا، وافتكرت إنها أول ما اتأثرت هنا كانت بتعمل نمر وتستعبد زي مانسيوس بالضبط. الراهبة لما شافتهم عايشين الدور واخدين على بعض سألتها بغل: إيه المياصة دي؟ مش دول الهمج أعدائنا؟ سيرة سمعت الكلام ده وراحت حلفة اليمين بصفتها قائدة الحملة الشرقية ال17، وإنها من هنا ورايح مش هترفع سلاح ولا تقتل حد من الناس دول. البنت التانية اتصدمت صدمة عمرها وما بقتش فاهمة إيه اللي جرى لعقل سيرة. سيرة وضحت لها إنها عملت كده لإنها شافت إن الناس القبائل دول مش شايلين أي غل أو كره للفرسان، ومن ساعة ما جت هنا وهي بتشوف حاجات فوق الوصف، فعشان كده هتقعد لحد ما تفهم الفولة بالضبط. وقالت لها كمان إن المحاربين الهمج دول هم بالضبط اللي أنقذوا حياتك من شوية. سيرة ما قالت لهاش فكري زي غصب عنك، بس إنك ترد الجميل بالغل ده عكس الدين والتعليم اللي اتعلمناها. البنت اللي شعرها أحمر قعدت تعيط وتندب حظها إن القدوة بتاعتها ضاعت وانحرفت، مع إن سيرة ست بس كان ليها هيبة وشنبات تفوت في الحديد، وكانت المثل الأعلى لكل الفرسان. في ما كانش فاهم بال البنت دي مالها وعايدة إيه. مانسيوس كملت كلام وتلقيح على لبس سيرة المكشوف من عند الصدر، وقالت لها إنها شكلها كده بقت جارية للمتعة وحاجة في منتهى الكوميديا والضحك. سيرة لما سمعت الهري ده شتمتها وقالت لها يا غبية، بس البنت فضلت تندب وتقول إن شكلها دلوقتي لو شافته الست ليسيا هتتفرس وتزعل قوي. بالنسبة لسيرة، الست ليسيا ما كانتش مجرد قدوة، دي كانت بتعتبرها أمها التانية. بس للأسف الست الجامدة دي ما بقتش موجودة في الدنيا. في لما سمع الاسم استغرب جدا، بس منطقي بما إنها اختفت من 20 سنة فالناس افتكروها ماتت. مانسيوس هزقت الشاب لأن اسمه جه على لسانه عادي كده ومن غير ألقاب. الشاب قالها لو عايزة تشوفيها تعالي نروح نشوفها عادي. ومن هنا ظهرت الحقيقة الصدمة. الفارس ليسيا اللي اختفت من 20 سنة تطلع بالظبط هي أم فيه. أول ما سمعوا الكلمة دي الحريم قعدوا يصرخوا ويجعجعوا ومش مصدقين نفسهم. بعد شوية طلعوا الدور الفوقاني عشان يشربوا شاي. سيرة بدأت تصدق فعلا إن الست ليسيا هي أم فيه، بس الرهبة الرخمة ما كانتش عايزة تقتنع، وقالت إن كلام الهمج ده باللو واشرب ميته وما يتصدقش، وأكيد هم منتحلين شخصية الفارس لايا عشان يثبتونا. سيرة قالت لها أنا لو مكانك زمان كنت هقول كده، بس بعد ما شفت زمايلي بتوع زمان عايشين هنا في تبات ونبات وسعادة ما بقاش عندي شك خلاص. سيرة قالت بكسوف إن في طلب إيدها للجواز، بس هي لسه متدلوقتش وموافقتش على طول. بس بالبلدي كده لما راجل جامد يقدر يهزمها يطلب إيدها طبيعي قلبها يدق ويحن. زيزاي فرحت بالكلمتين دول وقالت لها بما إنك حبتيه يبقى تتجوزوا على طول بقى ومفيش داعي للمط. سيرة قالت لها لازم الأول أتعلم من خير وازدهار الأرض دي عشان أرجع أنقذ بلدي الأول، ده غير إن في لو كان بيكذب ما كانش هياخدنا نقابل الست ليسيا وش الوش. سيرة كانت مقدرة خضة مانسيوس لأنها أخدت نفس الخضة لما اتأثرت، بس لو فضلنا باصين بنظرة الشك دي عمرنا ما هنفهم المكان ده. بقالها 20 سنة ما شافتش الست دي، وعشان سيرة فقدت أمها وهي صغيرة فكانت شايفة الست ليسيا أمها التانية، ولو طلعت عايشة فعلا هتبقى فرحة ملهاش أول من آخر. في اللحظة دي هيبة ووقار وهوا تقيل ملا البيت كله. أم البطل دخلت وراحت ممسية ومرحبة بالناس اللي جايين من بلاد يودورين، وبصفتها هانم وحرم شيخ العشيرة الأكبر سألت على صحة سيرة، وقالت إنها بتسمع اسمها كتير من ابنها ومن المحاربين التانيين. بعد الجد والوقار ده الست ليسيا قعدت تهزر وترخم على البنت الصغيرة. سيرة أول ما سمعت نبرة الصوت دي الشك طار من دماغها تماما. الست دي هي بالظبط الأميرة الأولى السابقة لبلاد يورين. سلموا على بعض بقالهم كتير ما شافوش بعض، وأخدتها بالحضن وقالت لها إنها كانت عايزة تشوفها من بدري، بس في كان مأخر الحوار عشان ما يعملش شوشرة ومشاكل، وعشان كده متقابلناش غير دلوقتي. الست قعدت تعين في جسم سيرة وتعكسها وتقول لها إن صدرك منور ويوقع أي راجل. سيرة هنا افتكرت إن الأخت ليسيا من زمان وهي غاوية غلاسة وهزار من النوع ده، وكانت معروفة بالأميرة المتمردة وليها حكاوي وأساطير كتير. البطل دخل في الحوار وقال لأمه كفاية غلاسة ورخي بقى. الأم قالت له أنا بدلع أختي الصغيرة وبصالحها على 20 سنة اللي ما شفناش بعض فيهم. ده غير إن الأم كانت بتبسم بالعشرة وموافقة على علاقة العيال ببعض، وسألتهم وصلتوا لفين؟ فالشاب قالها أنا طلبت إيدها على الطريقة التقليدية بس. الأم ماتت على روحها من الضحك وقالت عليه خجول وكسوف قوي. سيرة قالت لها على فكرة أنا لسه خام ومحافظة على نفسي قلبا وقالبا. الأم قالت لها لو مفيش تلامس وحركات إزاي هتقعدي البنت هنا وتخليها توافق تبقى مرتاكي؟ البنت اللي شعرها أحمر اتكلمت وقالت يا ست ليسيا يا قديسة. الست أول ما سمعتها قعدت تتريق عليها وعلى الجماعة الدينية الغريبة بتاعتهم اللي مصدعيننا وبقالهم 78 ألف سنة عايشين على الفشر والكذب. البنت قالت لها دي كتاب التاريخ الحقيقي، بس الأم ما كانتش مدياها اهتمام. وفي وسط الحوار جه حد ينده لهم. طلع إن سيرة والمحاربين اصطادوا تنين نادر جدا، وفوق ده طيروا الوحش السحري، وعشان كده القرية كلها عاملة لمة وحفلة وهيصة عشان يحتفلوا
يحتفلوا. في نص يوم بس التنين الكبير اتفصص وما بقاش منه غير العظم. ده فين ده؟ هنا في المكان ده موت التنين بيفضل له هيبة ووقار، وجسمه ولحمه بيأكل ويفتح بيوت عائلات كتير. سيرة قعدت تتقمص وتزعل ثانيتين، وبعدين وشها نور والضحكة ملت بقها عشان هتاكل أكل حلو. التنين صعب عليها شوية، بس يلا في ده هي مش مهم. في جاب لها حتة لحمة مشوية متبلة تتبيلة صح الصح عشان تدوقها، وسيرة أخدتها وهي طايرة من الفرحة وقالت هو ده السكر والجنة بالظبط. الست ليا جت وعزمت عليها بالشرب، وده بيسموه شرب الكريستال، وده المشروب الرسمي والمزاج العالي بتاع المنطقة، ويعتبر أنظف وأفخم أنواع الشرب. سيرة بدأت تاخد على جو السكر والفرفشة هنا، وراحت واقفة في جنب تشرب وتتمزج، وقعدت تتنحد من كتر المنعشة وقالت هي دي العيشة ولا بلاش. مانسيوس لما شافت وش سيرة وهو مسطول ومخيم ما كانتش مصدقة عينيها. زي عزمت عليها تاكل لحم تنين، بس التانية اتنكست ورفضت. الخدامة قالت لها العناد والتناكة مش هيفيدوكي بحاجة وهيخلوا شكلك وحش، وراحت حشرة حتة اللحمة في بقها غصب عنها، مع ان الخدامة بتكره جماعتهم، بس زمان كانت بتاكل من الشوربة والخير بتاع المساعدات بتاعتهم. البنت وهي بتاكل قعدت تعيط وتفتكر أصحابها اللي ماتوا بسببها، وإنها بعنادها صممت تيجي تلحق سيرة، وفي الآخر هي الوحيدة اللي طلعت عايشة. الأختين قعدوا يفضفضوا مع بعض بعد كده، وأم الجوز كانت فرحانة جدا إن العروسة بدأت تدخل في الجو وتتعود على القرية، والعقد بتاع الخطوبة لايق عليها جدا. سيرة اتخضت وقالت مش المفروض يبقى دبلة وخاتم؟ فالست قالت لها هنا الواحد إيده ممكن تطير في ثانية من هجوم التنانين، فلو لبسنا خاتم هيتاكل معاها، فعشان كده العقد في الرقبة هو أضمن وأحسن حل. من سنين طويلة جيش الحملة الشرقية بتاعهم كان بيجي هنا عشان يقطع الشجر، وكل سنة كانوا بيمسكوا أسرة كتير، وفي بنات حبوا المحاربين هنا واتجوزوهم. ولو رجعنا للتاريخ هنلاقي إن أجداد الهمج دول أصلاً فيهم من دم يورين، يعني سيرة لو اتجوزت فيه مفيش أي مشكلة والموضوع عادي جدا. الست ما قالت لهاش تتجوز ابنها غصب، بس لو في قبول ومشاعر يبقى يعملوا خطوبة الأول مش عيب. سيرة قالت لها أنا لازم أساعد الناس في بلدي يفرحوا الأول، فالست ليسيا قالت لها أنتي لو مش عارفة تفرحي نفسك وبسطتيها هتعرفي تبسطي وتفرحي الناس التانيين إزاي؟ سيرة سمعت الكلمتين دول وسكتت وسرحت، لأنها فعلا لسه مش عارفة إيه اللي يفرحها ويبسطها في حياتها. بعد شوية في جه وبلغهم إن بكرة هيبقى يوم التطهير الكبير، وده العيد والمناسبة الرسمية الكبيرة لتحالف القبائل كلها. ده يوم التطهير الكبير، وهو الطقس الأسود الأساسي لاتحاد القبائل. وفي وسط النوم سيرة شافت في الحلم تنين عايم في المية، والغريبة إنه اتكلم معاها وقال لها إنه محظوظ لأن الاختيار وقع عليها. وقبل ما تفهم أي حاجة صحيت من النوم وهي مش مصدقة إن التنانين بتتكلم، أو يمكن يكون ده بسبب إنها شربت كتير امبارح. أول ما قامت لقت نفسها نايمة فوق السيد فياكي، وكان هيموت تحتها، فاعتذرت له بسرعة. بعد شوية العربيات لقالت مانسيوس عشان تقابل باقي القبائل. هناك كان في كل حاجة بنسمع عنها في الحواديت، من أول الأقزام لحد الجن. حتى رئيس قبيلة الإلف قعد فوق راس مانسيوس وخضها. الخدامة فكرتها إن النهاردة ميعاد مراسم التطهير الكبير، وعشان كده من نجمة الصبح وممثلي القبائل الخمسة الكبار متجمعين كلهم. مايوس ما كانتش قادرة تتقبل الوجود غير المنطقي للحاجات دي. زيزي قفلت معاها من الست دي لأن دماغها ناشفة، حتى الحاجات اللي شايفاها ولمساها بإيديها مش عايزة تصدقها. في الوقت ده جت الست ليسيا وطلبت من مانسيوس تشارك في المراسم، لأن التلوث اللي حصل ده كان بسببها هي، فلازم تمشي على عادات المكان. رئيس الإلف كمان كان عايز مانسيوس تشوف كل حاجة بعينيها. في اللحظة دي ذكريات مانسيوس بدأت تشوش وتتمسح. في سألها عن اسمها اللي أبوها وأمها سموها بيه، لكن المفاجأة إن كل ذكريات طفولتها كانت اختفت تماماً. كل ما تحاول تنبش في دماغها بتفتكرش أي حاجة، حتى اسمها في ملجأ الأيتام نسيته. كل ذكرياتها من سن 16 سنة وانت نازل اتبخرت، والموضوع ده صدم سيرة جداً. في قال إن ده بسبب تأثير التلوث، وإنها كونها طلعت عايشة دي معجزة في حد ذاتها، لأن الطبيعي اللي بيتهاجم من الوحوش دي بيموت فوراً. زيزي نصحتها تسيبها من حكاية الآلهة دي عشان تريح جمائها. طبعاً واحدة زي مانسيوس عايشة طول عمرها بتثق في الآلهة ما استحملتش الكلام ده، وراحت حجمت على الخدامة وعايزة تفرمها، وقلبوا المكان شتيمة وخناق. وسيرة وقفت مش عارفة تعمل معاهم إيه. ما كانتش متخيلة إنهم بالرغم من إنهم لسه عارفين بعض من قريب بقوا واخدين على بعض بالشكل ده. الراجل ذو الشعر الفضي سأل مراته إنهم محتاجين يسلكوا بينهم، فقالت له سيبهم مش هيموتوا يعني. الست ليسيا كانت مستمتعة بمنظر الخناق وبتشجعهم بحماس.
زيزي قدرت تسيطر على الموقف بسرعة لأن جسمها قوي مناشف، لكن مايوس ما كانتش طايقة الخسارة وبتحاول تقاوم، وقالت لها ما تستهونيش بكاهنة جيش الشرق، دي متدربة كويس جدا على الحروب. مانسيوس فضلت تشتم في بنت القبائل دي، وافتكرت حاجة حصلت ليلة امبارح وكانت عايزة تقولها لسيرة، بس الخدامة فاجأتها وعضتها في صباعها فخلتها تصوت، وانتهزت الفرصة وحسمت الخناقة لصالحها بحركة خنت. بعدها الحماة طلبت من مرات ابنها تاخد مانسيوس ويروحوا يستحموا، لأن لسه في شوية وقت قبل ما يبدأ التطهير الكبير. رئيس الإلف وافق وقال إنها فكرة حلوة إن الجسم يكون نظيف قبل الطقوس، وكمان وجودهم هنا هم الثلاثة مش هيفيد بحاجة. ليسيا قالت إنها بعد ما تخلص المراسم هترجع ترتاح في بيت ابن أخوها، وطلبوا من زيزي توصلهم للنهر عشان يستحموا. عند النهر الخدامة اعترفت ليهم إنها هي كمان من شعب دورين ومش من البابرة، وقالت إنها من 6 سنين كانت تبع بعثة استكشاف الشرق. سيرة كانت خمنت جزء من الموضوع ده من الأول بسبب طريقتها في كره المجلاء وإنها بتقول فارس مش محارب. زيزي ما كانتش عايزة تفتكر الماضي، وقالت إنها ما بقتش تابعة للبلد دي خلاص، وإنها هتعيش هنا كخدامة للسيد في. وقالت إن معاملتها الحلوة لسيرة هي بس عشان سيدها اختارها، فبلاش يبصوا لها على إنها من شعب دورين. سيرة سألتها بفضول، هي العيشة في بلدك كانت وحشة لدرجة إنك عايزة تنسي كل حاجة؟ البنت ردت إنها مش عارفة، والمهم إنها مش فاكرة الماضي فمش فارق معاها. في الوقت ده مانسيوس صحت ولقيت نفسها اتنقلت للمية عشان تستحمى. كانت متغاظة لأنها مجبرة تمشي ورا البنت اللي لسه ضرباها ومغمية عليها. سيرة هدت اللعب، والخدامة قالت عليها إن ريحتها وحشة. مانسيوس ما كانتش حاسة بريحتها المقرفة، ريحة دم وعرق وحموضة. زيزي سألتها بقالك كام يوم مستحمتيش، وافتكرت إنها من ساعة ما دخلت الأرض دي وهي ماشية بقالها 4 أيام متواصلة لحد ما اتمسكت، يعني الحسبة داخلة في نص شهر مستحمتش، حاجة واقفة خالص. بعد شوية ال3 بنات بدأوا ينظفوا نفسهم، وسيرة كانت واخدة حذرها ومعاها السيف. زيزي طمنتها وقالت لها ما تخافيش، المنطقة دي من أول القرية لحد ظهر الجبل كلها تبع أرض السيد في، فالتنانين ما بيجرؤوش يقربوا هنا، بره بس هم اللي مالين المكان. مايوس كان كل همها ترجع للغرب بس مش قادرة. سيرة اعتذرت لها وقالت إنها هتفضل هنا عشان تتعلم. بعد ما خلصوا استحمام، سيرة استخدمت السيف عشان تصطاد سمك من الساقية وتاكله، وولعوا نار وشووا السمك، وكان إحساس عظيم جدا بعد الحماية. كلوا السمك المشوي ورجعوا عشان يشاركوا في مراسم التطهير الكبيرة. أعضاء القبائل ال5 كانوا حاسين بالحظ، لأن التلوث المرة دي اتمسح في وقت قصير، لأنهم لو سابوه أكتر من كده كان الوضع هيبقى متعب جدا. والكل كان بيمدح في العروسة سيرة وشطارتها لأنها هي اللي قضت على الوحش. وطول ما سيرة كانت غايبة عن الوعي، باقي القبائل الأرضعة كانوا جايين جري للمكان. ومن حسن الحظ إن قبيلة الألف ما كانوش تعبانين، بس المشكلة إن قدرة التمييز عندهم على قدها، لدرجة إنهم ممكن ما يعرفوش يفرقوا بين زيزي ومانسيوس. لما وصلوا للمكان اللي حصلت فيه المعركة مع الوحش، شافوا منظر يدمر القلب، الأرض والغابة متبهدلين ومتدمرين تماما. مايوس قربت براحة تشوف الوضع، وظهر إن الأرض بتبدأ تموت بمجرد ما يمسها شوية تلوث بسيط. سيرة كانت مصدومة من المنظر، ففي شرح لها وقال الأرض والمية والنار والهواء كل حاجة لها إرادتها، وعكس البشر الكائنات لما بتفقد طاقتها ما بترجعش تاني. طاقة الحاجة الملوثة بتتجمد وتنسى شكلها الأصلي وتتحول لتراب أبيض زي ده. المعلومات دي كان قايلها رئيس قبيلة الألف، وهو طلب منهم يدوله الكتاب السحري اللي مايوس استخدمته وتسببت في المصيبة دي. مايوس جريت عشان تاخده، بس زيزي منعتها. رئيس الألف لما شاف الكتاب لقى سحره ضعيف جدا وما بيعملش غير شوية حرارة وصدمات. سيرة شافت إن الحركة دي كانت كفيلة تموت أي حد لو مش لابس درع، بس واضح إن سحر الناس هنا أقوى بكتير، وعشان كده شايفينه تافه. الوقت المناسب جه ومراسم التطهير بدأت. في الأول رسموا دايرة السحر وجابوا العناصر الأساسية، تراب، مية، نار وهواء، عشان يشغلوا السحر. الحاجات دي بتساعد المكان يفتكر شكله الأصلي قبل ما يتلوث. كل قبيلة حطت العنصر بتاعها في زاوية من الزوايا ب4، والشخص اللي شغل الدايرة في الآخر كان في، وأعلن بداية التطهير الكبير مع تعاويذ سحرية من شعب الألف. ودي كانت أقدم لغة سيرة تسمعها في حياتها، والعناصر بدأت تصحى وتبقى أقوى. البطل في استخدم طاقته القوية ووجهها للأرض عشان يصحي المنطقة الملوثة، وبعد زعقة قوية من في الأرض رجعت لشكلها الطبيعي، الخضار الجميل. الموضوع يبان سهل، بس هو تعب الراجل ذو الشعر الفضي جدا. سيرة لما شافت المنظر عيطت من غير ما تفهم السبب. بعدها كلهم شاركوا في زراعة الشجر الأخضر تاني في الأرض اللي اتطهرت. سيرة ما كانتش مصدقة إنها بتعمل الشغل ده. علاج الغابة بيحتاج صبر وتأني، لأنهم لو ما عملوش كده الغابة هتموت وتختفي بالتدريج، وعيالهم وأحفادهم هيتبهدلوا بعدين. الوحوش دي هي تجسيد للطمع والأنانية، وفي الطبيعي اللي بيتسبب في المصايب دي طاقته بتتفصل وبيموت أو بيبقى عاجز.
بس في حالات استثنائية زي مانسيوس ما بيحصلهاش حاجة غير إنها بتفقد الذاكرة بس. زيزي راحت لمانسيوس ووستها وقالت لها إن ذكريات الملجأ دي أصلاً أحسن ليكي إنك ما تفتكريهاش، وإنك لما تنسيها وتعيشي من غيرها ممكن تكوني مبسوطة أكتر. بعد ما خلصوا الشغل، سيرا حست بقد إيه التلوث ده حاجة ترعب، وفهمت طبيعة العلاقة القوية بين البشر والطبيعة في الأرض دي. وبكده تكون خلصت معانا حكاية النهاردة. رحلة سيرا والبطل في لسه في أولها، والأسرار اللي عرفناها عن زيزي ومانسيوس هتقلب الأحداث جدا في الفترة اللي جاية. تفتكروا إيه اللي هيحصل بعد ما الغابة اتأخرت؟ وهل مانسيوس هترجع لها ذكرياتها تاني ولا لأ؟ عشان تعرفوا كل ده ما تنسوش تعملوا لايك جامد للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي حاجة، واستنوا الأجزاء الجديدة اللي هتنزل قريب جدا وفيها مفاجآت كتير. أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.